رمضان جانا وفرحنا بو نشف بعد على الرقابة. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك غيابه. لونه حلو. عندي أهلا شوربة هون سخنتها ورح رمضان أغسلها. بسم الله. شوف ليمون. غنوله شهر هلا رح أبلش بالسمك بقى. بسم الله طوله الرحمن الرحيم. غنوله. أهلا رمضان على رمضان ما بدهم كتير ما بياخذوا وقت كتير، بس جانا يتأمروا لأنه هذا السمك وصوت طري بيستوي دغري. الداعين يبان يندهنا في كل أذان يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا غير شكل بالإيمان القهوة. يا الله يسلم لمة هالإيدين. الله الأحباب يسلمك يا رب يا قلبي. ونسمع طبعا هذا دقة أسانس بده لتر مي، الأبواب لتر المي 5 كاسات. وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب. اكتمل البدر وانتصف شهر رمضان، وليس بعد اكتماله إلا النقصان. اللهم كما بلغتنا نصف شهرك الفضيل، بلغنا إكمال عدته وإدراك ليلة القدر، واكتبنا فيه من عتقائك من النار. اللهم آمين، ولكل متابعيني يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا وميت هلا فيكم بيوم جديد بأيام شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامكم وطاعتكم وصالح أعمالكم. الفيديو اليوم شاركتكم فيه من السحور للفطور. عملت معكرونة بالجبنة، غيرت هيك عن السحور المعتاد وسويت أكلة سمك فيليه تتبيلة بتجنن. تابعوا معي الفيديو للآخر. وأكيد قبل ما نبلش خلينا نبدأ بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهلا كترونا من اللايكات والتعليقات الحلوة، وخلينا نبدأ بالفيديو. فالساعة 5 الصبح فقت، قلت والله عم نمل كتير من السحور المعتاد، لهيك قلت يلا خليني غير واعمل معكرونة. هي لا بدها كتير ملح ولا بدها بهارات انه تعطش مثلا. لهيك اول اشي سلقت المعكرونة السباكيتي وبلشت افرم البقدونس والجبنة، وبعدها حطيت معلقة سمنة. هوست المعكرونة بعد ما استوت طبعا وصفيتها من المي وغسلتها. طبعا ما بهوسها كتير، يعني شي 5 دقايق. وحطيت رشة ملح ورشة فلفل، وبعدها حطيت الجبنة والبقدونس وسكبته. يعني أسهل من هيك ما في. سحور خفيف نضيف. لأنه جهز القهوة بعد السحور. وهون بعد ما خلصنا سحور كتير بنحب نشرب قهوة أنا وزوجي قبل ما يقدم. بنحس هيك عم نعبي طاقة قبل ما نصوم. وبعد ما شربنا صلينا الفجر وقرأنا جزء قرآن. قلنا انتو أي جزء صرتوا أو كم ختمة خلصتوا، وبتشربوا قهوة قبل ما يقدم ولا لا؟ يا عيني على هالقهوات. غير شكل القهوة. الله يسلم هالإيدين. الله يسلمك يا رب يا قلبي. بعد هالسحور والله بدها. يلا اشرب قبل ما يقدم، ما ضال له كتير. بسم الله. يا عيني. وهون الصبح بس فقت كان الجو كتير حلو، فتحت هيك الشبابيك وهويت البيت شوي. وبعدها متعودة ما فيني ما شغل المبخرة، يعني هيك يتغير جو البيت، وبتعرفوا البخور بيطرد الشياطين. وبعدها ضبيت البيت وصليت الظهر وبلشت بتتبيل السمك. بدي تبله من بكير من شان يتشرب التتبيلة ويطلع مثل تبع المطاعم. هاي المرة بدي أعمله قلي. كل مرة بشوي السمك شوي، فهالمرة هيك حبيت أغير. والصراحة أنا أول مرة بدوق هذا السمك ولقيته كتير طيب، وأنا عملت له تتبيلة بتجنن. بدي منكم يلي وصل لهون حطولي لايك وخلينا نبلش. بحمدك يا إلهي بدأت قولي. هلا رح ابلش ساوي السمك. عندي هذا السمك بقولوا له سمك الفيليه، هيك بيجي مثلج. حطهم هون. اول شي بدي اغسلهم كتير منيح.
هاي بعد ما غسلتهم شوفوا كيف منظرهم، شايفين هيك بيجي شكله. هلا بدي تبلهم بقى. رح احط لهم اول اشي البهارات. عندي ملح وكمون وكركم ورشة فلفل الاحمر ورشة فلفل اسود وبهارات الثوم. بسم الله. بدي احط لهم عصير هيك ليمونتين تقريبا، احط لهم شي كاسة ونص مي. رح احط لهم ظرف بيكنج باودر، احط لهم معلقتين طحين وكمان معلقتين نشا. وهلا بقى بحركهم كلهم مع بعضهم. هلا بعد ما راحت التكتلات كلها عندي، ما ضل تكتلات ابدا. هلا بدي بلش بالخليط الجاف. عندي هون نفس البهارات اللي حطيتها هونيك، بس ما عدا البيكنج باودر ما حطيت، يعني ملح وفلفل كمون وفلفل احمر وكركم وبهارات الثوم. هلا رح احط هون كم معلقه طحين وكمان كم معلقه نشا ذره، شوي بشوي. هلا تقريبا حطيت شي كاسة ونص من هي ومن هي. هلا بخلطهم كلهم مع بعضهم مع البهارات. هلا بدنا نساوي الموارد. عندنا كاسة شاي، مقدار كاسة شاي موارد. هذا اسانس طبعا. هذا اسانس بده لتر مي. لتر المي 5 كاسات. اذا الواحد بده يساوي نص لتر، نص الكمية نص كاسة شاي. ما شاء الله شو تقيل. طبعا هذا الاسانس لانه. وهون زوجي عم يساوي عصير الورد الشامي، اكيد الشوام بيعرفوه، عن جد بتجنن طعمته. وهاد اسانس، لهيك حط كاسة شاي للتر مي وسكر نص كاسة شاي، وحسب الرغبة اذا بتحبوه حلو او لا. هلا رح ابلش اعمل شوية بطاطا جنبه. هلا رح ساوي جنبها سلطة جرجير. بتعرفوا جنب السمك كتير طيب الجرجير. فغاسلة هون الجرجير ومنقيته، رح ابلش افرمه. ما بفرمه كتير ناعم، خليه خشن مشان ما تروح فائدته. كمان هيك البندورة بفرمها خشنة شوي. البصل هلا رح ساويه شرايح، هيك شرايح رقيقة كتير. هيك صار الجرجير جاهز معنا. هلا شغلت المقلاة وبدي حمي الزيت منيح. هبلش اقلي البطاطا. بسم الله. هلا بقى بدي بلش شيلهم من هذا الخليط، حطهم بالخليط الجافي اللي سويته هون تبع الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما غطيتهم هيك بنفضهم من الطحين منيح وبحطها بالصحن. وبحطها هون. شايفين صارت جاهزة للقلي. شوف البطاطا يا عيني. عندي شوربة هون سخنتها وراح اسكبها من قبل بيوم. مشي حال البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك لونها حلو. ايه ذهبي. هلا رح ابلش بالسمك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. هتبل الجرجير، حطيت شوية زيت، حطيت شوية دبس رمان، كتير بطيبها دبس الرمان لأنه للجرجير. ما رح كتر لأنه هاد شغل بيت يعني حامض كتير. رح احط لها شوية ملح وعصير ليمون، ورح احط لها شوية سماق كمان كتير بيعطيها نكهة طيبة السماق. بسم الله. شايفين مثل حالهم، ما بدهم كتير، ما بياخدوا وقت كتير، بس يتأمروا لأنه هذا السمك طري بيستوي دغري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب. بسم الله. نبدأ التمرة أول شي. تفضل يا عمري، هاي كاسة سلمة. لنا ورد. يا عيني، هي هيك. بسم الله. عصرة ليمون، دغري بينشال المشط منها يعني ايه بكل سهولة. ما فيها حسك كتير، والله طيبة عجبتني. وهون آخر السهرة عملت لهم كوكتيل هيك تغيير عن العصائر. ولهون بكون خلص فيديو اليوم. بدي أحكي لكم إنه يوم السبت إن شاء الله ما في فيديو جديد، بس راح أفتح لكم بث مباشر بحدود الساعة 4 العصر إن شاء الله، منشان الكل يكون متواجد لتحضروا بإذن الله. وهلأ بدي دعمكم وتعليق حلو ولايك على الفيديو. بشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. دمتم بحفظ الله وبرعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأمان الله.